ضربة قوية لبرشلونة قبل الكلاسيكو. خوان غارسيا يعلن غيابه رسميا عن مواجهة ريال مدريد. برشلونة لا يستعجل تجديد عقد كريستنسن رغم تألقه تحت قيادة هانز فليك. إصابة جديدة تربك فليك. داني أولمو مهدد بالغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد. دي يونغ يكسر صمته ويعلن تطورات تجديد عقده مع برشلونة. هداف الليغا يحسم موقفه من الانتقال إلى برشلونة. وإذا كنت من محبي ومتابعين نادي برشلونة، لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك ومتابعة لصفحتنا. وهيا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربة قوية لبرشلونة قبل الكلاسيكو. خوان غارسيا يعلن غيابه رسميا عن مواجهة ريال مدريد. تلقى جمهور برشلونة ضربة قوية قبل أيام قليلة من الكلاسيكو المنتظر أمام ريال مدريد، بعدما أعلن الحارس خوان غارسيا غيابه الرسمي عن اللقاء المرتقب المقرر إقامته يوم 26 من أكتوبر الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. ويواجه برشلونة أزمة إصابات مؤثرة في صفوفه خلال الفترة الحالية، حيث تضم قائمة المصابين كلا من لامين يامال، رافينيا، فيرمين لوبيز، جافي، داني أولمو، إلى جانب خوان غارسيا الذي أكد بنفسه أنه لن يكون جاهزا للمشاركة في الكلاسيكو. وفي تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية قال خوان غارسيا: ركبتي بخير، كل شيء يسير على ما يرام، لكنني أحتاج إلى شهر تقريبا للعودة بشكل كامل. سنرى كيف تتطور حالتي، ولكن حتى الآن الأمور مطمئنة. وبناء على تلك التصريحات تأكد غياب خوان غارسيا عن مباراة الكلاسيكو، بعدما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية عودته في الوقت المناسب للمشاركة في القمة. وسيضطر المدرب الألماني هانز فليك للاعتماد على الحارس فويتشيك تشيزني في حراسة مرمى الفريق أمام ريال مدريد، وسط تفاؤل من جماهير البلوغرانا بقدرة الفريق على الظهور بأداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات. برشلونة لا يستعجل تجديد عقد كريستنسن رغم تألقه تحت قيادة هانز فليك. يبدو أن إدارة نادي برشلونة تتبنى سياسة التمهل في ملف تجديد عقود اللاعبين، إذ أكدت تقارير صحفية إسبانية أن النادي لا يستعجل تجديد عقد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن رغم الأداء المميز الذي يقدمه تحت قيادة المدرب هانز فليك. وينتهي عقد كريستنسن مع برشلونة في يونيو 2026 بعد انضمامه مجانا من تشيلسي عام 2022. ورغم مشاركته الإيجابية هذا الموسم، إلا أن الإدارة لم تقدم له بعد أي عرض رسمي للتجديد. صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن كريستنسن البالغ من العمر 29 عاما يقدم مستويات قوية سواء مع برشلونة أو منتخب الدنمارك، حيث شارك أساسيا في آخر 3 مباريات دولية، ولعب 90 دقيقة كاملة أمام بيلاروس، اسكتلندا واليونان ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وأضافت الصحيفة أن المدرب هانز فليك راض تماما عن أداء كريستنسن وسلوكه داخل غرفة الملابس، لكنه يفضل الاعتماد عليه بشكل تدريجي هذا الموسم. بينما ترى الإدارة الرياضية بقيادة ديكو أن الوقت لا يزال مبكرا لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، وتهدف إدارة برشلونة إلى تقييم وضع خط الدفاع بشكل شامل قبل موسم 2026 إلى 27، ومراقبة مدى استقرار اللاعب بدنيا، خاصة بعد معاناته في مواسم سابقة من إصابات متكررة. من جانبه عبر كريستنسن عن رغبته القوية في البقاء داخل قلعة كامب نو، مؤكدا أنه سينتظر قرار النادي بهدوء. وبحسب التقارير فإن الطرفين يتشاركان فكرة الانتظار، لكن لأسباب مختلفة. اللاعب من منطلق رغبته في الاستمرار، والإدارة بسبب حرصها على دراسة مستقبل الفريق بعناية. إصابة جديدة تربك فليك. داني أولمو مهدد بالغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد. تلقى نادي برشلونة ضربة جديدة قبل الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد بعد إعلان منتخب إسبانيا إصابة لاعب الفريق داني أولمو بإجهاد عضلي، ما أثار شكوكا كبيرة حول مشاركته في اللقاء المنتظر يوم 26 من أكتوبر الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي أن أولمو غادر معسكر المنتخب الوطني بسبب الإصابة، وسيعود إلى برشلونة للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة.
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب سيجري فحوصاً دقيقة في مقر النادي يوم الاثنين لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة، مشيرة إلى أن مشاركته في الكلاسيكو أصبحت موضع شك كبير رغم أن الجهاز الطبي لم يستبعد الأمر بشكل نهائي بعد. ووفقاً للتقارير فإن داني أولمو سيغيب عن الملاعب لنحو 3 أسابيع على الأقل في حال تأكد تعرضه لتمزق عضلي، مما يعني أنه قد لا يتمكن من اللحاق بمواجهة ريال مدريد إلا في حال حدوث مفاجأة إيجابية خلال فترة تعافيه. وسيغيب أولمو على الأرجح عن مباراتي جيرونا في الدوري الإسباني وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يشكل صداعاً جديداً في رأس المدرب الألماني هانز فليك الذي يواجه أزمة حقيقية بسبب تعدد الإصابات في صفوف الفريق. ديونغ يكسر صمته ويعلن تطورات تجديد عقده مع برشلونة. كسر النجم الهولندي فرينكي ديونغ صمته بشأن مستقبله مع نادي برشلونة، وأكد بشكل واضح رغبته في تجديد عقده والاستمرار داخل قلعة البلوغرانا حتى نهاية مسيرته الكروية. وينتهي عقد ديونغ الحالي مع برشلونة في صيف 2026، إلا أن المفاوضات مستمرة من أجل تجديده لفترة طويلة الأمد، وسط رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي في استمرار العلاقة الناجحة التي بدأت منذ انتقاله من أياكس عام 2019. وخلال تصريحات نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على إكس، قال ديونغ: لطالما قلت إنني سأجدد عقدي مع برشلونة، الأمر أصبح قريبا جدا، وعندما يصبح رسميا ستعرفون ذلك، لكنني لا أستطيع قول المزيد الآن. وأضاف نجم الوسط الهولندي بتصريح أسعد جماهير برشلونة: آمل أن أبقى في برشلونة لبقية مسيرتي، هذا هو المكان الذي حلمت باللعب فيه منذ كنت طفلا، ولدينا الآن فريق بمستقبل واعد، وأريد الفوز بالألقاب الكبرى هنا. وكانت تقارير إعلامية أبرزها من شبكة سكاي سبورتس قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن برشلونة يستعد لتجديد عقد ديونغ حتى عام 2029، تقديراً لدوره الكبير في خط وسط الفريق واستقراره الفني تحت قيادة هانز فليك. هداف الليغا يحسم موقفه من الانتقال إلى برشلونة. يبدو أن نادي برشلونة يقترب من تعزيز خطه الهجومي بصفقة جديدة من الدوري الإسباني، بعدما حسم المهاجم الكاميروني إيتا إيونغ نجم نادي ليفانتي موقفه من فكرة الانتقال إلى صفوف البلوغرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقاً لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن اللاعب الشاب يعطي الأولوية المطلقة للانضمام إلى برشلونة، حيث قرر انتظار العرض الرسمي من النادي الكتالوني رغم وجود اهتمام من عدة أندية أخرى داخل الليغا وخارجها. وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليفانتي مستعد للتفاوض بشأن بيع اللاعب مقابل نحو 15 مليون يورو، وفقاً للاتفاق السابق الذي تم عند ضمه من فياريال، رغم أن عقده الحالي يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 30 مليون يورو. وأكد التقرير أن برشلونة وضع إيتا إيونغ ضمن قائمة أهدافه لتدعيم مركز المهاجم الصريح، في ظل رغبة الإدارة في إيجاد بديل مستقبلي للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل. ويعد المهاجم الكاميروني من أبرز المواهب الصاعدة في الليجا بفضل قوته البدنية وحسه التهديفي العالي، ما جعله هدفاً مثالياً لمشروع المدرب هانز فليك الباحث عن تجديد دماء الخط الأمامي بوجوه شابة وطموحة. ورغم أن برشلونة لم يتقدم بعد بعرض رسمي، إلا أن رغبة اللاعب الواضحة في ارتداء قميص البلوغرانا قد تسهل المفاوضات في الصيف المقبل، خاصة مع وجود علاقة مميزة بين إدارة الناديين.